السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد وماكس من قناة خالد كيوكس 2، واليوم جايب لكم شرح لجميع تحديات الأسبوع الثاني للسيزون الثامن مع مكان العالم السري. فأتمنى من كل واحد يشوف المقطع هذا مو مشترك في القناة يضغط على زر الاشتراك وبرضو اللايك، وتاخذ المقطع وتنشره في جروبات فورتنايت في كل مكان. وقبل لا أبدأ عيال جايب لكم قناة مونتاج، طبعا قناة مونتاج ينزل لكم هجولة ومن الأمور هذه، فاللي يعشق الهجولة والأمور هذه يروح يتابع قناته. رابط قناته راح تكون تحت في صندوق الوصف. والحين خلونا مع التحدي الأول. وفي التحدي الاول يقول لك انزل في اماكن معينه. طبعا لازم تنزل من اول ما تنزل من الباص تروح للمنطقه المعينه هذه. وطبعا التحدي هذا يعتبر تحدي الستيج، واول مكان تنزل فيه واللي هو ذا بلوك، تروح لذا بلوك تنزل فيه. بعدها تلعب الجيم الثاني وتروح تنزل في دستي ديفوت. اما الجيم الثالث في بولار. اما الجيم الرابع في سنوبي شور. اما الجيم الخامس في بارادايس. بعدها راح تخلص من التحدي هذا. والحين خلونا مع التحدي الثاني، واللي يقول لك اطلق على السبلاي دروب او دمج السبلاي دروب الى 200 دمج. يعني تروح تلعب طول ال20 ضد 20، ثم تنتظر اي سبلاي يجي الازرق هذا، ثم تطلق عليه الين ما تدمجه 200 دمج بس، وراح تخلص من التحدي هذا. والحين خلونا مع التحدي الثالث، واللي يقول لك اقتل 3 يا في سالتي سبرينج او في هانتد هيلز. بعدها راح تخلص من التحدي هذا. والحين خلونا مع التحدي الرابع، واللي هو مكون من 3 ستيجات. الستيج الاول يقول لك زود دمك بنسبة 25 من اكل التفاح. يعني حاول تاكل 5 تفاحات على الاقل وتزود دمك بنسبة 25 من اكل التفاح فقط، وراح تخلص من التحدي هذا. اما الستيج الثاني يقول لك زود دمك بنسبة 50% من استخدام الكامب فاير، اللي هو المشب النار هذا اللي يزود دمك. حاول تزوده الين 50، بعدها راح تخلص من التحدي هذا. طبعا لازم يكون دمك ناقص، لازم الهيلث حقك لازم يكون ناقص. والحين خلونا مع الستيج الثالث، واللي يقول لك زود دمك بنسبة 75 من الميد كيت. يعني حاول تنقص دمك الين 25، بعدها خذ الميد كيت وزود دمك فيه الين ما تزوده كامل. بعدها راح تخلص من التحدي هذا. وخلونا مع التحدي الخامس. وفي التحدي الخامس يقول لك زور الشرق والغرب والشمال والجنوب كلها. طبعا مو لازم في جيم واحد، لكن روحوا الاماكن اللي راح احدد لكم اياها قدامكم. طبعا هي راح تلقى لك اللوحه اللي راح تحطها لكم قدامكم. طبعا تعال عندها، بعدها روح الى المكان الثاني راح احدد لكم اياه، بعدها الثالث والرابع راح احدد لكم اياه قدامكم في الخريطه. فخليكم. بعد ما تزورونها راح تخلصون من التحدي هذا. والحين خلونا مع التحدي السادس، واللي يقول لك احصل على 100 دمج باستخدام الكانون او القاذفه هذه. يعني تروح تحاول تاخذ القاذفه وتصك فيها اي واحد وتحصل منه 100 دمج. بكذا راح تخلص من التحدي هذا. والحين خلونا مع التحدي السابع والاخير، واللي يقول لك افتح 3 صناديق في 3 مناطق عليها اسامي. يعني تروح الى اي منطقه عليها اسم بالخريطه تفتح فيها صندوق، ثم تروح الى منطقه ثانيه وتفتح صندوق، ثم تروح الى المنطقة الثالثة وتفتح صندوق. كلها لازم تسويها في جيم واحد. يعني تروح الى منطقة عليها اسم وتفتح فيها صندوق واحد لازم، بعدها تروح الى منطقة ثانية وتفتح فيها صندوق ثاني، بعدها المنطقة الثالثة تفتح فيها صندوق واحد. وبكذا راح تخلص من التحدي هذا. والحين خلونا مع مكان العالم السري بعد ما تخلص جميع تحديات الاسبوع الثاني. فخلونا. هذا هو مكان العالم السري بعد ما تخلص جميع تحديات الاسبوع الثاني. راح يطلع لك بالمكان هذا. وبس عيال، اتمنى من كل واحد يشوف المقطع هذا مو مشترك في القناه يضغط على زر الاشتراك وبرضو اللايك. ولا تنسون تشتركون في قناه مونتاج، رابط قناته راح تكون تحت في صندوق الوصف. روحوا ادعموه وان شاء الله انه يستاهل. وبس عيال، كان معكم خالد وماكس من قناه خالد كيوكس 2. اتمنى من كل واحد يشوف المقطع هذا مو مشترك في القناه، اتمنى منك ومن جد تشترك في القناه وتاخذ المقطع وتنشره في جروبات فورتنايت في كل مكان. وبرضو لا تنسون اللايك وتابعوني بالانستغرام. انستغرامي راح يكون تحت في صندوق الوصف. وبيس اوت.